السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال. غنتشارك معكم اليوم واحد الايس كريم بنسمه الفراوله، كيجي رائع ولذيذ، ما غتبقاوش تشريوه من برا. كيجي اقتصادي وبحجم كبير. ممكن تقدموه لوليداتكم عائلتكم وكذلك الضيوف ديالكم، ويحمر لكم الوجه. كيجي رائع ولذيذ واقتصادي. بقاو معايا تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. المكونات اللي غادي نصاوب بها هذا الايس كريم: عندي هنايا 2 ديال الياغورت بنسمه الفراوله الفريز، وعندي علبه ديال الكريمه سائله بوزن 500 ملي، غادي ناخذ غير 250 ملي، وعندي حليب مركز محلى. هنا في هذا البول غادي نضيف النص ديال العلبه ديال الكريمه، يعني الرابعه، وغادي نضيف عليه هذاك الياغورت اللي غيكون جامد، وغادي نطرب مزيان. هنا غادي نحصلوا على لاموس ماشي كريمه، غادي نطربوا، لكن ما غاديش نطربوها حتى تعقد، لان مازال غتدخل المبرد او المجمد وغادي تجمع. هنا غادي نضيف هاد لاصوص ديال الفراوله، غتعطيها واحد المذاق رائع. تقريبا ضفت 2 معالق كبارين عامرين، وغادي نضيف كذلك 4 ديال المعالق ديال الحليب محلى مركز، 4 المعالق كبارين، وغادي نبدا نطرب مزيان العناصر حتى تخلط مزيان، وغادي نطربو حتى نحصلوا على لاموس ماشي كريمه باش تبقى عاقده. راني كنقولها وكنعاودها باش الاخوات اللي مبتدئات ما يطربوش بزاف. هنا غادي نضيف السر ديال التعليكات ديال هاد الايس كريم: معلقه كبيره ديال الجليكوز. كيف ما كتشوفوا راه جامد، ولكن غيبدا يتطرب، غادي تطلق مع العناصر. في الاخير غادي نضيفوا هذا البيمو، هذا باستا، بعد ما دقدقته بحال هذا الشكل هذا، وغادي نخلطو غير بشويه من التحت للفوق. ثم غادي نجيب هاد القالب ديال السيليكون، وغادي نقاد فيه العناصر كامله، وغادي نخليه في الفريغو ليله كامله. في الاخير غادي نضيف هذا السيرو، هذا الرمان كيبقى اختياري، حتى هو كيعطي واحد الشكل زوين للايس كريم ديالنا، وكيعطي لذة كذلك.
من بعد ما بات ليله كامله الايس كريم ديالنا غادي نجبدو كيف ما كتشوفوا ولا متماسك، وغادي نقلبو في واحد الصحن وغادي نبدا نزينو. بالنسبه للتزيين اخواتي كيبقى لكم الاختيار، واللي عندكم في الدار ممكن تزينوه بالقرقاع او الفريز الا متوفر، اي حاجه، او لا حتى بيمو اللي درتو انا من الداخل تحكوه وتدردروه من الفوق وديروا عليه الكراميل. انا هنايا درت لاصوص ديال الفراوله كيف ما كتشوفوا، غادي نزين الوجه ديالو من الفوق، ثم غادي نجيب الفواكه ديالي التوتيات كاملين بانواعها، وغادي نبدا نزينو على هذا الشكل هذا. كيجي رائع لذيذ واقتصادي وغادي يعجبكم بزاف، وغادي تعتمدوا في هذا الصيف هذا. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتخليوا لي تعاليق وتشجعوني. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.